السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من وصفات هاجر كويزين. اليوم ان شاء الله حبيت نقدم لكم حلوة النقاش، وهي معروفة بزاف في مدينة بجاية. نحيي كل سكان بجاية بهذه المناسبة. بون نشوفوا طريقة التحضير كما والفنا كما موالفين، ومن بعد تيك ندير لكم الرابط لتحت في لابار دانفو، تصيبوا الرابط تاع المقادير. هنا نشوفوا طريقة التحضير. نحطوا الفارينة تاعنا، نزيدوا لها سكر غلاس. كاين اللي يحب يعطر هاد العجينه هذه بزيت دو سيترون، كاين اللي يحب يدير لها لافاني. انا نديرهم لي دو. نحب الحلوه تاعي دائما تكون تريح. هنا نخلطوا المقادير الجافه. نزيدوا لها كيلة تاع الكرا ايدام. باني قلت لكم كيلة، ومن بعد نشوفوا المقادير بالتدقيق. شحال ايدام وشحال الفارينه وشحال السكر غلاس. هما مقادير سهله، ما تكلفش بزاف. هاد الحلوه فيها لا فورس تاعها تمر، معجون التمر، ولا عجينه التمر بليتو. هنا اني زدت لافاني تاعي، نسيت ما درتهاش مع الاول، سي با غراف. هنا نكملو كيما رانا نشوفو نواسيو، باسكو درنا برك الكرا مع الفارينه. نسيو نحكوها هكذا شويه بين يدينا. ومن بعد نطموها بالماء مع الماء زهر. الماء ما يكون مخلط بالماء زهر باش نطمو العجينه تاعنا. هنا دوك نبداو نطمو فيها. هنا نضيفو بالعقل الماء مع الماء زهر، المزيج هذاك نضيفو بالعقل حتى نشوفو العجينه تاعنا تنطمت. كيما رانا نشوفو درت ضربه واحده الماء مع الماء زهر، خرجت لي العجينه. نتوما ضيفوا بالعقل باش ما تجيكمش جاريه بزاف. هنا هاد العجينه من بعد ما توجدوها ديروها في ساشي اليمونتير وخلوها في الثلاجه قد ما ترتاح قد ما مليح. خلوها كي تكونوا ما بتوجدوا التمر تاعكم حوالي 4 ساعه ولا تكون وجدت لكم في الثلاجه. راح تزيد تحكم شويه روحها، ولا طولتوا بزاف خليتوها في الثلاجه ما كي تجبدوها ما تخدموهاش تمتم. صافي جبدوها وخلوها حوالي 5 دقائق 10 دقائق ومن بعد خدموها، باسكو كي تجبدوها من الثلاجه حتصيبوها شويه يابسه. هذا كي تطولوا تخلوها بزاف في الثلاجه، سينو لا خليتوها 15 مينوت هكذاك تقدروا تخدموها فاسيلمون. هنا نديرو التمر تاعنا، معجون تاع التمر ولا عجينه التمر. زدت لها شويه الكرا والقرفه كما نشوفوا وشويه الماء مع الماء زهر، ونطمها نسي نعجنها مليح ونوجد الحرابش تاعنا هاملي كم واجدين. هنا نشوفوا اني بديت نوجد في الحلوه تاعي. دوك تبعوا معايا بالعقل. سورتو اللي ما يعرفوليش بزاف النقاش نقولهم تبعوا مليح كيفاش راني حنواسي.
ما شاء الله تنجحوا فيه. هنا نحلو العجينه تاعنا على شكل مستطيل، ودو بريفيرونس تحلو العجينه رقيقه. عجينه تاع حلوه النقاش تنحل رقيقه باسكو حنلويوها من بعد. دوك نشوفو باش نخدمو كعكات. هنا ولا شفتوها مع الاول تلصق لكم شويه في الطابله، ضيفوا العجين، ضيفوا له شويه فرينه، ما تضيفوش بزاف باش ما تيبس لكمش، شويه حتى تولي لكم هكذا كيما كنت تشوفوا. راني نرفدها ما يتلصق كامل. هنا نحلوها رقيقه، نقطعوا الزائد في الاطراف. باش تخرج لنا الخدمه تاعنا نقيه. بون شاك فوا نحو العجين نعطيكم ملاحظه، ديروه في الساشي وغطوه باش ما تنشف لكمش العجينه. هنا نديرو التمر تاعنا ونلويو بهذه الطريقه، لازم تلصقوه مليح من الجهه التحتانيه مع التمر، ومن بعد تلويو. ما تلويوش بزاف، دو فوا ماكسيموم، خطره ونص حتى دو فوا هكذاك، دوره ونص حتى الجوج دورات ماكسيموم باش ما تجيناش العجينه بزاف. وميم طون قيس ما نغطو التمر تاعنا، لازمنا كي نقشوه ما يبانش التمر تاعنا. حنا نلويو كيما نشوفوا بالعقل، ومن بعد نغلقوا في الطرف مليح، نوجدو هكذا حربوش ولا زوج، ما نوجدوش بزاف باش ما تيبسناش العجينه كما سبق وقلت لكم. هنايا نقيسوا الحبه تاعنا قد من تجي، كاين اللي يحبوها رقيقه اساور يكونوا رقاق وكبار، كاين يحبوهم يكونوا شويه صغار، كل واحد الذوق تاعو. هنا نشوف الطريقه نحلوه من جهه، وهنا نسيو نغلقوه بهالطريقه وندخلوا الطرف اللي منا في اليمنى، نسيو ندخلوه ونسيو نحكموه مليح قبل ما نبداو نقشوا. لازم الخدمه تاعنا تكون نقيه. هنا كما نشوفوا نسيو نسقموا الحبه كامل بالاصابع، بالاطراف تاع الاصابع تاعنا. هنا بعد ما سقمناها نشوفوا منين غلقنا نتما اللي نبداو ننقشوا. هنا نشوفوا الاداه اللي ننقش بها، نبدا ننقش من تما مع ديك الفتحه. وشوفوا الطريقه تاع النقش، تبعوا بالعقل. هنا شوفوا يدي لاغوش اليسرى كاش راني نواسي في الحبه، نسي نعوجها باش اليد اليمنى اللي نكون نقش بها ما نزغدهاش بزاف. هنا نقش من تحت للفوق، كاين اللي يقرص كاع الجهه الثانيه ومن بعد يدير الجهه الفوقانيه. انا نفضل هاد الطريقه. عشاك فكل ما تنقشوا كي تكونوا طالعين الفوق لازم تجوا الجهه تاع النقيش اللي نقشتوها ديجا صافي من تحت، مع تبداو نورمال، ومن بعد كي تطلعوا الجهه الفوقانيه تميلوا شويه الجهه اللي نقشتوها ديجا باش يجيكم مدور للداخل، باش ما يروح لكمش نقيش للهيك، دائما يجي للداخل. نتوما كي تجوا طالعين كي تنقشوا من تحت نورمال، كي تطلعوا الفوق دنوا شويه الجهه اللي نقشتوها ديجا. وكي تقرصوا الحبه تاعكم سيو ما تحلوش النقاش، ما تحلوش سينو تفسدوا الحبه تاعكم، حلوه شويه بك غير قسمه تطلعوا يديكم. لازم يكونوا الضربات سريعه، ضربات سريعه هكذا، سيو حبه زوج حبات حتى 3 حبات حتى تنجحوا ان شاء الله في النقيش. تبعوا بك الخطوات اللي قلت لكم عليها وان شاء الله تنجحوا. الحبه تاعي راهي واجده، نحطها في الصنيوه بلا ما ندهنها بلا والو. هنا نشوفوا حبه واحده اخرى
بون كي تكملوا النقاش تاعكم تقدروا تعاودوا تسقموا هكذا بالنقاش. شوفوا بك الضربات تاع النقاش كيفاش راني ندير، ضربات يكونوا سريعه وغير نقرصهم بك نطلع يدي للفوق. نطيبوا الحبات تاعنا على 160 درجه ولا 180، نخلوهم يطيبوا بعقلهم من تحت ومن بعد نحمرهم شويه بك من الفوق. ان شاء الله تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم، وما تنسوش خلوا لي تعليقات وجاموا لا عجبتكم لا غوسيت. نتلاقاو المره الماجيه ان شاء الله في لي غوسيت جدد. السلام عليكم.